الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم كمل النص. لم تر إلى الذي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. التحريك مستمر ظل من حاجة أقول إيه؟ بقول وغاه ولا وغاه. يبقى أنا عايز أفصل بين الواو المرققة ولا غير المفخمة. ما قلتش وغاه ولا وغاه، لا أقول وغاه. يبقى رقق الواو وروح إيه؟ دخل على تقسيم الغين وغاه وغاه. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ناخد بالنا من إخفاء النون في التاء من تشاء. يعني أنا ما أظهرش النون أقول من تشاء، لا. احنا هنا لعل قلتها قبل كده أكثر من مرة إن الإخفاء النون عند الحروف ال15 بيظهر ذات الحرف اللي هي النون بتاعت النون اللي هي الإيه؟ اللي هي الغن. ماشي؟ فأقول إيه؟ من تاء، يبقى أنا سمعت إيه؟ غن. سمعت غن. أقول من تشاء، بخلاف أقول من، يبقى أنا أظهرتها. ولذلك ان العلماء يقولوا ايه؟ ان مخرج اللسان عند الاخفاء بيكون في تجافي بين طرف اللسان اللي هو مخرج النون يعني وبين اصول الايه الثنايا العليا، بيكون في تجافي في ايه مسافه بسيطه. لكن انا لو اظهرت النون اقول من، يبقى ايه الطرف اللسان لزق فين؟ في اصول الثنايا. لكن وانا دخفي بيحصل ايه؟ بيرجع اللسان سن حاجه بسيطه، ويبقى في تجافي بينه وبين ايه اصول الثنايا. فاقول من تاء من تاء، ما اقولش من دي، لا. من تاء من تشاء كده. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. برضه الإخفاء النون تنوين، سواء كان تنوين أو نون ساكنة، لما بنيجي نخفي النون عند الحروف الاستعلاء بفخم الغنة نفسها. احنا اتفقنا اللي بيبقى في الإخفاء الغنة وبيظهر الحرف اللي هو النون. فهنا برضه هقول ايه؟ إنك على كل شيء
شيء قدير، والراء مرخخة شيء. يبقى انا عملت ايه؟ فخمت الغنة نفسها. شيء قدير كده. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ناخد بالنا من الاخفاء. من وترزق من تشاء بغير حساب. أحسن كويس. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طب هنستقبل بس الاتصال ده عشان نستعجل وبعدين نرجع لك تاني. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ينفع بعد الشكلة دي كلها نبدأ من نص آية. أول الآية تبخين ليه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. خد بالنا من الإخفاء بقول إيه؟ شيء والشيء قدير والله على كل شيء قدير. تجد كل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أقول إيه؟
والله غفور رحيم دي عملنا ايه؟ ولدنا كم ياء؟ المفروض طبعا ان انا اتغنى بالقرآن، لكن مع الحلف ايه؟ يعني ان انا التزم بالايه بالاحكام، يعني لان انا بقول طبعا الكلام ده عشان الناس تتعلم، واللي بيتابع معانا يتعلم ان كتير من القراء ممكن بيعمل كده، او البعض القراء بيعمل كده، يجي في ختام الايه واخد بالك في العرض للسكون يروح ايه عايز يمص الايه، فيروح ايه مموج الحرف المد رحيم، اول ولا يروح برضه حاطط الفات هنا حيم برضه ياءات، لا اقول ايه والله غفور رحيم، يبقى ايه يا ايه واحد. والله غفور رحيم. نعم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. افتح عليك برضو. بارك الله فيك.